السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في درس جديد من دروس أدوبي إنديزاين 2023. الدرس بتاعنا النهاردة من أهم دروس أدوبي إنديزاين. الدرس ده هيسهل عليك حاجات كتير جدا وهيرفع من كفاءتك ويخليك أسرع في الشغل بتاعك، فياريت تتابع الفيديو للآخر لأن فيه تريكات قوية جدا جدا مش عايزينها تفوتك. ويلا بينا نبدأ الفيديو. اهلا بكم مره تانية. احنا لو عندنا التكست بتاعنا ده عايزين ننسقه ونشتغل عليه، فطبعا احنا لو عندنا كتاب كبير او فيه 200 صفحه 300 صفحه 500 صفحه فالموضوع هيبقى صعب شويه. ففي حاجه عندنا اسمها باراجراف ستايل وحاجه اسمها كاركتر ستايل. لو جينا كده وضغطنا بالتايب تول كده هنا هنبص نلاقي فوق هنا في حاجه اسمها باراجراف ستايل وحاجه جنبها اسمها كاركتر ستايل. انت عشان تجيب الكاركتر ستايل والباراجراف ستايل بتيجي هنا على قائمه ويندو وتخش على ستايلز وتختار الباراجراف وبتختار الكاركتر، او بتيجي هنا كده وتضغط هنا هتلاقي باراجراف ستايل هتجيلك بالشكل ده. دايما هم مرتبطين ببعض، الباراجراف والكاركتر بيجوا جنب بعض وجنبهم الستايل باكس. احنا هنشتغل في الاول على الباراجراف ستايل. الباراجراف يعني ايه؟ يعني فقره زي دي كده مثلا او شغل زي اللي انت شايفه ده كده، ده بيشتغل عليه الباراجراف. اما الكاركتر بيشتغل على جزء او كلمه او حرف من الباراجراف اللي قدامك. تمام، فخلينا في الاول مثلا يعني ان احنا نكبر الخط ده كله عشان نشوف مع بعض. كنترول ايه كده ونكبر مثلا بالشكل ده، نخلي المسافه بينهم واسعه شويه عشان نشوف، او نجيبهم اوتو بالشكل ده. احنا عايزين الجزء الاول ده كانه هو عنوان مثلا، يبقى كده نيجي على هنا كده وندوس انتر في لوحه المفاتيح هيبقى ده عنوان. اوكي، والباقي ده كله ده باراجراف. هنيجي نعمل هنا الاعدادات بتاعتنا والحاجات بتاعتنا. احنا عايزين نغير نوع الخط ده مثلا وهنخليه مثلا كده بالشكل ده كده مثلا، ونكبره شويه. نخش نغير لونه مثلا بالاحمر باي لون احنا عايزينه، ماجنتا مثلا بالشكل ده كده. ده اول حاجه، ده العنوان. ونيجي هنا خلينا نشيل دول خالص كده عشان ما يضايقوناش الاثنين دول، ونيجي على الجزء ده كده ونغير خطه برضو. نيجي هنا كده مثلا نخليه اريال، نخليه بولد كده، نصغر خطه شويه. تمام، نعمل له المحاذاه بتاعته مثلا كده. نخش نغير لونه مثلا نخليه باللون الازرق، ونخلي التنت بتاعه، طبعا التنت ده بيخف لون التكست، تخفه كده نخليه مثلا كده بالشكل ده. ونخش نبص كده هيبقى مثلا معانا كده. احنا كده عندنا العنوان وعندنا الفقره دي. هنيجي على العنوان ونعمل منه باراجراف جديد. هنيجي هنا كده على الشرط دي ونعمل نيو باراجراف ستايل. يقول لك بقى انت عايز تسميه ايه؟ هسميه مثلا العنوان. وطبعا انت عامل هنا البريفيو عشان تشوف انت بتعمل ايه. وعندك هنا في حاجه مهمه جدا اللي هي ابلاي ستايل تو سيلكشن، دي لازم تكون متنشطه كده. ليه؟ عشان اي تغييرات بعد كده تبقى مرتبطه في الملف كله، ما يبقاش انت عملت حاجه هنا ومش معموله تحت، فحبيت تغير حاجه او جالك تعديلات ولا حاجه على عنوان معين من اللي موجودين لازم تغيره على كل الملف اللي موجود عندك. فلازم الابلاي ستايل تو سيلكشن دي مهمه جدا قبل ما تشتغل على اي حاجه. وهنقول اوكي ونيجي ننشط هنا الايه؟ الفقره دي، او نحط فيها الماوس كده، نحط فيها الاداه بتاعه التكست، وندخل تاني نيو باراجراف ستايل ونسميه مثلا الفقرات. على فكره انت ممكن تعدل من هنا، يعني انت لو عايز تغير الاعدادات دي دلوقتي من هنا، الحاجات اللي انت عاملها دي ممكن تخش هنا على البيزك وتغير نوع الخط وتغير الاوزان بتاعته. هنا تغير السايز بتاعه، تخليه كبير تخليه صغير، مفيش اي مشكله. كده مثلا احنا عايزه كده تمام. اجي مثلا هنا اخلي التراكنج بينهم كده مثلا، اوسع المسافات بينهم. انت ليك كامل الحريه ان انت تعمل اي حاجه هنا. بعد كده الادفانسد كاركتر، بعد كده تخش بقى على كل الحاجات اللي تقدر من خلالها ان انت تعدل التكست بتاعك، تعمل فيه كل حاجه. تغير اللون بتاعه مثلا من هنا، تغير اللون تخليه كده مثلا، تخليه كده مفيش اي مشكله. احنا هنخليه برضو زي ما احنا، وتخلي التنت بتاعه تزوده شويه تنقصه شويه برضو عادي مفيش اي مشاكل. وممكن تخش هنا تعمل باراجراف جديد وبعد كده تطبقه على اي تكست موجود عندك. نخش هنا كده ونقول اوكي، يبقى كده عندنا باراجراف للفقرات وباراجراف للعناوين. هيريح لك بقى ان انت تنشط كل الحاجات دي كده وتيجي تعمل لها تقول لها فقرات لو انت كده عايز تنشط كله، او تقول كنترول ايه كده وتقول فقرات. اوكي، هتبص تلاقي حتى العنوان الاولاني اتعمل معاك فقرات. لو ضغطت عليه كده ونشطته وقلت عنوان خلاص هيجي لك عنوان كده. تبدا انت بقى تشوف العناوين بتاعتك اللي تحت بالشكل ده كده.
وتقول عنوان جزء هنا كده مثلا، تمام. تيجي هنا تنشط ده وتقول عنوان زي ما انت شايف كده. طيب تمام. طب لو حبيت ان انا اغير حاجه من بره مثلا كده، جيت على ده وقلت انا مش عايز اللون ده، انا هنشط دي كده وعايز اغير لونه من هنا، مش من جوه، مش من جوه، من الاعدادات هنا، اخليه مثلا اللون الاخضر ده، اوكي. واعمل له كمان ستروك، اجي على الستروك واخليه اصفر مثلا وازود الستروك اهو. طيب انا عايز بقى اطبقه على كله، اوكي. باجي هنا كده، انا هنا بس انا وانا منشط على العنوان، تمام. كليك يمين وعندي اختيار هنا اسمه ريديفاين ستايل، بضغط عليه يتطبق على كل العناوين اللي موجوده عندي. طيب انا لو حبيت اخش على فقرات او عناوين اعدل فيها، بضغط ضغطتين بيجي لي بالشكل ده اللي هو باراجراف ستايل اوبشنز، وببدا اخش انا هنا برضو اعدل زي ما انا عايز في الالوان كده، اخليه احمر. اخش هنا في حاجه هنا اسمها اندرلاين، اخش كده على اندرلاين احط تحتهم خط، اشيل الخط، تبدا انت تعمل كل الحاجات اللي انت عايز تعدلها هنا، تمام. وتقول اوكي خلاص، تبقى تمام. يبقى انت بتستفاد منها في ان انت بتنجز الوقت بسرعه، تغير عناوينك كلها بضغطه واحده، تغير الفقرات بتاعتك كلها بضغطه واحده، ومحفوظين عندك في البرنامج. ممكن انت بقى تجيب تكست من اي مكان، لو عملنا ديليت كده مثلا كنترول دي ودخلنا وخدنا التكست ده كده، تبدا تشتغل عليه عادي بقى، ما فيش اي مشكله. هتيجي كده وتيجي على اول حاجه العنوان ده وتضغط كده، يبقى ده العنوان، خلاص ده بقى العنوان. تيجي على الفقره دي تخش على الفقرات، تبقى دي الفقرات، نفس الحاجات دي. والحاجات دي ممكن تنزل انت من على النت برضو باراجراف ستايل او كاركتر ستايل وتشتغل عليه. احنا بقى لو حبينا نعمل كاركتر ستايل، بتيجي مثلا انت عايز الجزء ده اول حاجه خالص في الفقره دي، بتخليها مثلا بولد وتكبرها شويه بالشكل ده، تبقى مميزه كده. او عايز تخليها بلون تاني خالص اهو، مثلا هنخليها بلون بلاك خالص بالشكل ده. فبتيجي بالتكست وتنشط الجزء ده كده، وتيجي هنا تقول له نيو كاركتر ستايل، وبتسميه اي حاجه بقى، مثلا واحد ابليت ستايل سيلكشن، تضغط عليها عشان ترتبط مع الشغل كله، منين ما تيجي تشتغل تغير في كله زي ما حصل مع العناوين والفقرات في الفقره اللي فاتت. تقول اوكي كده بقى عندي كاركتر ستايل جاهز هنا. هو باجي هنا مثلا وعايز الجزء ده اخليه كده هو مميز، تمام. باجي كده اضغط على ده، خلاص تمام. اجي على الجزء ده عايز اخليه مميز كده، اوكي. يبقى انت بضغطه واحده ظبطت الشغل بتاعك. نيجي لاخر حاجه معانا، انا لو عندي تكست زي ده كده وعامل عليه شويه حاجات برضو زي ما احنا عملنا، خلينا مثلا ده بلون اسود، تمام. وجينا هنا كده خليناه اصغر شويه، وجينا على ده نفس الحكايه. طبعا اللون الاسود مش طالع مظبوط عشان التنت بتاعه 55، فهنيجي كده نزود التنت، اوكي. وهنيجي كده بالاي دروبر هناخد دي كده، يبقى ده زي ده بالظبط. وهنيجي على التكست اللي هو الرئيسي بقى، الا بذكر الله تطمئن القلوب، هنخليه مثلا بنوع خط تاني خالص، مثلا ده كده. وهنخلي لونه مثلا احمر، وهنخلي الكل في الوسط كده التنسيق بتاعهم. طبعا الاحمر طالع مش كويس عشان التنت برضو قليل، هنخلي التنت كده. ممكن نزود كمان حجم الا بذكر الله تطمئن القلوب كده، طبعا هي مش باينه معانا فنبدا نوسعها كده. طب انا في حاجات بتجيني عايز اشتغل عليها نفس الشغل ده كده، ممكن بضغطه واحده تقدر تعمل ده مع اي شغل عندك. ازاي؟ هنيجي على اول واحد، على اول جزء ده، وهنخش على الباراجراف ونيجي نعمل نيو باراجراف ستايل، وهنسميه واحد. وطبعا باكد عليكم ابلاي ستايل سيلكشن، وبقول اوكي. باجي على الثاني، حتى لو حطيت في الوسط كده الماوس او المؤشر بتاع الماوس، ونيجي هنا كده نيو باراجراف ستايل ونسميه 2 ونقول اوكي، تمام. ونيجي هنا برضو نفس الحكايه، نيو باراجراف ستايل نسميه 3 ونقول اوكي. ونرتبهم كده عشان ما نتلخبطش كده، 1 2 3. وهنعمل حاجه مهمه جدا لازم تبقوا عارفينها من غير ما نضغط على اي حاجه خالص كده. هنيجي هنا كليك يمين edit 1، تمام. وهنيجي هنا في حاجه اسمها نيكست ستايل، هنيجي كده نضغط عليها ونخليه يروح لرقم 2 بعد ما يخلص رقم 1. هو طبعا رقم 1 بعد ما يخلص رقم 1 هيمشي لنيكست ستايل اللي هو رقم 2 ونقول اوكي. ونيجي على رقم 2 كليك يمين edit
نخش على نيكست ستايل ونضغط هنا ونقول له تروح لرقم 3. بعد ما تخلص رقم 2 تروح لرقم 3 نيكست ستايل رقم 3 وتقول له اوكي. تيجي على رقم 3 كليك يمين عليه اديت 3 وتخش عليه وتقول له روح لرقم 1. بعد ما تخلص رقم 3 وتنفذه خش نيكست ستايل على رقم 1 وتقول له اوكي. انت كده عملت الاعدادات بتاعتك. اوكي. هنيجي ناخد نسخه منه كده ونخليه نورمال خالص، حاجه عاديه جدا، وهننشط كده ونضغط هنا كليك يمين. طبعا هنا كليك يمين كده ونخش حاجه اسمها ابلاي 1 ذن نيو ستايل. يبقى انت كده اشتغلت بضغطه واحده تقدر تعمل الشكل ده. يبقى بتقدر من خلال نيكست ستايل ان انت تعمل الحاجه دي بضغطه واحده. كده يبقى الفيديو بتاعنا النهارده خلص، لكن ان شاء الله فيديوهاتنا لسه ما خلصتش، وخليكم متابعينا لاخر الكورس لان الكورس كل ما تخش في الفيديوهات هتلاقوا حاجات افضل. وادعمونا باللايك والشير والسبسكرايب. وختاما اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.